ركلة جزاء، هذه عادة مرة أخرى. وهنا بالفعل هناك لمس الكرة من طلال نايف، صد الكرة باليد من طلال نايف، وركلة الجزاء. شوف واضحة محمد عبد الكريم، الحقيقة في ميزة في محمد عبد الكريم حتى الآن، انه هو محافظ على هدوءه بالرغم من القرارات الصعبة اللي اخذها في شوط المباراة الثانية بالتحديد. يعني مباراة صعبة في شوط المباراة الثانية من ناحية القرارات، اخذ قرارات صعبة لكنه محافظ على هدوءه الدولي الاماراتي. حسني عبد ربه يحمل بارقة امل مميزة للنصر للعودة للمباراة على الأقل بهدف التعادل وسط هذه الظروف وب10 لاعبين. حسني يسجل في الدقيقة 20. حسني يسجل في الدقيقة 20. حسني عبد ربه يسجد شكرا لله. هدف من ركلة جزاء، محمد غانم على اليمين وحسني عبد ربه يضعها في المرمى. هدف للنصر، هدف التعادل. ركلة جزاء نصراوية وب10 لاعبين، وهدف التعادل لصالح النصر.